اخواتي وحبايبي، انا عامل الحلقه دي مخصوص عشان اتكلم على هيثم حسن. بالنسبه لهيثم حسن، لاعب كوره يا جماعه، حريف بجد. ده بقى لاعب الكوره اللي منتخب مصر محتاجه. محتاجين واحد يكون مهاري، مش لاعب كوره حريف كده او بيعرف يلعب كوره، لا. عايزين لاعب كوره مهاري، عنده الموهبه، بتاع فري ستايل وبتاع سكيلزات. بياخد الكرة وبيعرف يروح بالكرة في وسط 3 4 5، بيعرف يرقص يراوغ، بيعرف يسحب الكرة ويلعبها عرضية. الموهبة دي والستايل ده لازم يبقى موجود في مصر، ولازم يبقى موجود منه كتير، مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، لا. احنا عايزين ناس كتير، عايزين ناس كتير تبقى بالشكل ده وبالحرفنة دي. في ناس كتير في مصر هنا حريفة، بس مفيش حد بيكتشفهم، مفيش حد بيدور عليهم. لو الكشافات هنا بدأت تركز وتدور على الناشئين وعلى الناس اللي بتلعب كرة في الشوارع والناس اللي بتلعب كرة في الماتشات الخماسي، هتطلعوا لعيبة جامدة جدا، وهتطلعوا ناس حريفة جدا، وهتطلعوا ناس مهارية جدا. ويعني لازم تركز على الحتة بتاعة المهارة، ولازم كمان في الماتشات الكبيرة اللي هي بتاعة ال11 لازم تجيب الاتنين الهافات او الوينجات والفيرود والبلاي ميكر. لازم يبقى مهاري، ما ينفعش يبقى لاعب كرة عادي كده، لازم يبقى مهاري جدا وحريف جدا وسريع وشويط وبيحط ارتو وبيعمل اوفرات وبيعرف يسلم ويستلم تحت ضغط. لازم يكون بقى فاهم كل حاجه في الكوره، لازم يبقى عنده الجرأة ان هو ياخد الكوره ويروح على كذا واحد. انما الكوره بتاعت الناس اللي هي اللعيبه العاديه، اللي هو اللعيب البدائي ده ما ينفعش. احنا عايزين ناس تكون حريفه زي هيثم حسن كده، زي محمد صلاح زمان، زي شيكابالا زمان. عايزين المواهب دي تبقى موجوده زي الكابتن عبد الستار صبري. لازم يبقى عندك الشكل ده، ولازم يبقى عندك الستايل ده، لان الستايل ده هينفعنا قدام، وهينفعنا في ماتشات المنتخب. الماتشات الدولي بتكون صعبه، بتبقى محتاجه ناس موهبتها عاليه وناس تكون حريفه. فما ينفعش ان انت تجيب لاعب كوره عادي تلعبه في المنتخب زي زيزو ومرموش وانا مش عايز اقول اسامي بس عشان غلط، يعني مش عايز اقول اذكر اسامي كتير. لازم تجيب حد يكون جامد عشان يقدر يقوم بالمهمة، ويقدر يقوم بالشغلانة بتاعته، ويقدر يقوم بالوظيفة، يقدر يلعب في وسط الأجانب، يقدر يلعب في وسط الناس الحريفة، الناس المحترفة. لأن أنت المنتخب الدولي عندك بيقابل الأجانب وبيقابل الأوروبيين والأفارقة، بيبقى كلهم عندهم لعيبة محترفة، مش محلية، لعيبة كلها محترفة. فأنت لازم تبقى مجهز نفسك كويس وعندك لعيبه كويسه عشان تقدر تلعب وتواجه الناس دي وتعمل قدامهم شغل كويس وتكسب كمان، تاخد بطولات. انا كده خلصت كلامي ويا رب ان النهارده ان شاء الله المغرب تكسب فرنسا ان شاء الله، ويوصلوا للدور الاربعه بامر الله.